السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المجتمع الذي يتعزز بوعي أبنائه وبخطوات ونهج أبنائه العظيمة الخطى الذي ينتج عنهم تلاحم المجتمع وقوة المجتمع وتعايش المجتمع وتفاشي المحبة بالمجتمع من خلال الناجحين والكفاءات التي تنتج من هذا المجتمع وتعود إلى المجتمع لتبذر ذلك النجاح ولتبذر ذلك الكفاءة ولتوحد صف المجتمع ولتعيد بهجة المجتمع وتوحد آراءه وتوحد قوتهم وتربط فيما بينهم وتزرع الثقة فيما بينهم وتزيل السلبيات الخاطئة التي تفرزها أيام سلوكيات خاطئة أحيانا تحدث من خلال الأيام ومن خلال الساعات التي تمر على هذا المجتمع بظرفه. وقلنا إن المجتمع الذي يعول على أبنائه الناجحين والقادرين على استيعاب هموم هذا المجتمع وأيضا حل مشاكله وأيضا ربط ربط المجتمع فيما بينه. ولذلك نجد أنه تتعزز هذه الثقة وتتعزز هذه اللحمة وتنتصر إرادة هذه الكفاءات ويزال من صفهم أو من طريقهم العثرات وينجح الوعي وينجح الإيمان وينجح الإرادة وينجح هؤلاء الأقوياء الذين تتصلب لا يستطيع قهرهم الشر. ثم أنه يتحول هذا المجتمع من مجتمع متشتت ومجتمع متخاذل ومجتمع ضعيف إلى مجتمع قوي ومجتمع صاحب إرادة ومجتمع فعال ومجتمع له وجود في أوساط هذه الشريحة أو المديرية أو المحافظة. والسلام عليكم ورحمة الله.